طبعًا من أحسن المرطبات في الحر ده عصير الليمون، ولمّا تجربيه بقى بالطريقة اللي أنا هاعمله بيها دي، حاجة كده يعني ما لهاش وصف بصراحة، طعمه جميل جدًا، 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 عصير الليمون الفرنساوي أو عصير الليمون باللبن، حاجة كده ما شاء الله عليها، والله ما كنتش متوقعة يطلع حلو أوي كده، طعمه جميل جدًا وطريقته سهلة جدًا وما خدتش دقيقتين 2 وعملنا أحلى عصير ليمون. طعمه خطير، هتجرّبوه مش هتعمليه غير كده بعد كده، طعمه جميل جدًا بجد. هندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف إحنا عملناه إزاي. هنجيب شفشق الخلاط طبعًا، هنحط فيه كوبايتين من اللبن أو الحليب، ما ننساش يا بنات نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. أنا حطيت نُص كوباية من السكر وحطيت تلج. هنقفل بقى شفشق الخلاط كده وهنضربهم كويس جدًا، اللي هو الحليب مع السكر مع التلج بس كده. هنجيب بقى 5 ليمونات كده هاقسمهم نُصين بس نكون غاسلينه كويس جدًا. وهنضرب الليمون مع اللبن ضربة واحدة بس، مش هنضربه كتير علشان ما يمررش معانا، وهنصفيه بالمصفى بتاعة العصير بقى عشان قشر الليمون بتاعي. أنا طبعًا صفيته ورجعته في شفشق الخلاط تاني عشان ليه بوز كده ما يوقعش إيه، يعني يصُب في الكاسات على طول. شايفين يا جماعة الجمال؟ عملنا أحلى عصير ليمون باللبن طعمه جميل جدًا بجد بيفرق، يعني الليمون بالنعناع طعم، والليمون العادي كده طعم، وليمون الخلاط طعم. والليمون باللبن ده بقى طعم تاني خالص. شايفين يا بنات قوامه ليه قوام تقيل كده شوية وطعمه جميل جدا 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 بجد، يعني هتجربوه مش هتعملي غيره بعد كده. طعمه حلو قوي قوي قوي. ما ننساش بقى يا بنات نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. هنجيب بقى الشاليمو بتاعتنا بقى كده ونشرب أحلى عصير ليمون باللبن، طعمه جميل جدًا وطبعًا مغذي جدًا، جدًا، يعني لبن وليمون طبعًا فيتامين سي قصدي، يعني حاجة كده ما شاء الله انتعاش وروقان، حاجة كده عظمة بجد، لازم تجربوه يا بنات. شايفين الجمال؟ أنا بقى أمّا بامسك الشوب ده كده وادوق والاقيه حلو كده بابقى مش عايزة أسيب الكوباية من إيدي أو الكاس من إيدي. بابقى عايزة أكمّل الكوباية كلّها وأنا واقفة، بس قُلت بقى إيه، أنا أقعد بقى أشربها كده على روقان كده براحتي يعني، أمّا أقفّل بقى الفيديو كده وأقعد أشرب براحتي. شايفين الجمال يا بنات؟ والله حلو جدًا بجد جرّبوه، وسهل جدًا، جدًا وما خدش وقت خالص، وهُم كوبايتين حليب وشوية سُكّر وليمون وتلج، بس كده عملنا أحلى ليمون فرنساوي زي ما بيقولوا عليه. جرّبوه وبألف هنا وشفا للي يجرّبه.